البصرة وبعد احتضانها لخليج 25 تستعد لاستقبال الوفود والجماهير الخليجية بجملة من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية من خلال أضخم برنامج رياضي خاص بالبطولة يشارك فيه الاتحادات الرياضية والمؤسسات الفنية والثقافية وجميع الفرق التطوعية. البصرة اليوم تقدم مهرجان فرح، مهرجان محبة وسلامة، عبر تقديم أهم وأضخم برنامج لدعم ملف بطولة كأس الخليج 25 باسم باص الخليج. باص الخليج هو الباص الخشب البصري الذي يمثل في ذاكرة البصريين والخليجيين إيقونة محبة وسلام. سينتقل هذا الباص عبر البصرة إلى 18 محافظة و7 دول خليجية ليقول إن العراق هو عبارة عن محبة رسالة وسلام، ليقول لإخوته الخليجيين هلا فيكم، ليقول إن اشتقنا إليكم يا أبناء العم. بادرة عراقية بصراوية انطلقت بزعامة الزميل المخرج عصام جعفر عذاب، وهذا الرجل ابن البصرة والحريص على مدينته. هو يعني رسالة هي لكل الجهات الحكومية، القطاع الخاص، أنه ادعموا هكذا فعاليات خاصة بحدث بصراوي يمثل العراق ويمثل سمعة منطقة الخليج العربي. الباص الخشبي بما يمثله من هوية تراثية بصرية كان أيقونة هذا المحفل الرياضي، وسيحمل رسالة محبة لكافة الدول المشاركة في البطولة. باص خليجي 25، لأن عنوان البرنامج هو باص الخليج، أن يدخل كذلك الأراضي الخليجية، كل ذلك من أجل إيصال رسالة لكل الوطن العربي، لكل الأشقاء في الخليج، أن البصرة جاهزة لاحتضان بطولة خليجي 25. إن شاء الله البصرة قادرة على احتضان 25 خليج، ومتهيئ لهاي الاجواء ان شاء الله، ومستعدين لحظه طبعا. واحنا اليوم كل هاي تشوفوا الجروبات، السيارات الكلاسيك القديمه، طبعا احنا جايين بمناسبه دعوه بجروب كلاسيك الامريكي اليوم، ومتهيئين لهاي الاجواء ان شاء الله، ومستعده، والبصره حاضره ان شاء الله على قادر على الاحتضان 25 ان شاء الله. ومع تصاعد وتيره الاستعدادات مع العد التنازلي لموعد البطوله، الحضور أبدوا تفاعلا مع فقرات المهرجان، وأكدوا قدرة محافظتهم على استضافة هكذا بطولة لها بعدها التاريخي الرياضي في منطقة الخليج. استعدادا واستقبالا لخليج 25 تستعد عروس الخليج البصرة لإقامة العديد من الفعاليات الرياضية والفنية. لقناة الجنوبية الفضائية علي الكنعاني، البصرة.